السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة. دلوقتي احنا النهارده معانا زيتون تفاحي وزيتون عزيزي. اللي في الجردل ده عزيزي، بص بيبقى اصغر شوية من التفاحي. لكن بصوا التفاحي ما شاء الله على شكل تفاحة كده، وتلاقي تفاحة كده مالية مركزها يعني. حاول بقى هاتوه، لانه كان اول ما نزل ب25، دلوقتي بقى ب35 وهيزيد. بصوا بقى احنا نقينا الزيتون الفاتحة البيضة اللي فيها حتت حمراء اللي هي مخبوطة مطرح القفص، ده هنخلله لوحده. ليه؟ وشقيته كده من الجنب. ليه؟ عشان ده هيقعد، ده هيستوي بسرعة، فهتلاقي الزيتون واحدة وواحدة. انما لما تفصليه وتفرزيه، ده تكليف الاول، وده بقى ان شاء الله ان شاء الله تحطيه تشيليه رمضان. حطينا دلوقتي فلفل احمر، هريسة شطة وجزر وفلفل اخضر، وده اختياري، عايزة مش عايزة انت حر. وحبة البركة وكرفس. كرفس مهم جدا، بيدي طعم حلو قوي. طب انا مش مفيش كرفس لينونة لك، ممكن كزبرة خضراء، يعني عادي ممكن كزبرة خضراء. نفس اللي هنحطه هنا هنحطه على العزيزي. العزيزي ميزته ممكن يقعد من سنة، يعني ممكن يقعد لسنة ونص، ما يجروش أي حاجة. أهم حاجة الملح مظبوط. التفاحي 12 شهر، فيدوبك احنا كده هنشيل التفاحي ده رمضان. أما اللي احنا نقضناه ده هنحطه فين؟ هنعمله وناكله بدري، يعني مش هنستنى بقى لدار رمضان، ده هناكله في الأول يعني. برضو نفس الطريقة، هريسة الشطة. دي هريسة الشطة اللي أنا كنت مخزناها معاكم، أنا ما اشتريتش، لكن هي موجودة في السوق، يعني موجودة القرون الحمراء دي في السوق. فممكن انت تعملي قرون حمراء على خاطري. جيت اقلب في الجردل كده، لقيت الجردل ضيق، قلت خلاص خليه لما اخلص اللي في الطبق ده التفاحي اخلصه، وبعدين ابقى اعمل بتاع الجردل يعني. طبعا لبست قلافز لان الفلفل هيولع صوابعي يعني. ما شاء الله السنه دي يعني السنه دي زيتون التفاحي فعلا الزيتونه ماليه مركزها، الزيتونه كبيره تقريبا، محصول حلو. لان السنه اللي فاتت ما لقيتش الكبير ده ابدا، ما كانش فيه. بس طبعا كان ارخص، ده كان ب 16 وب 14 وب 17. النهارده غالي قوي، كان ب 19، ما جابش حتى 20 جنيه. انما المره دي نزل غالي قوي، 35 جنيه. وفي مناطق على فكره، في حد قال لي بتتباع ب 42 وب 45. في الحقيقه بقى هتيجي شويه. بص احنا هنحط بقى ايه ده بطرمان ازاز. البلاستيك مش هيقول لا، ما انا برضو هخلي في بلاستيك، بس هو لو ازاز افضل يعني. بصي انا ايه، طبعا البطرمان متعقم وتمام التمام وناشف. بصي بقى دسي قوي، لازم يتزنق قوي. يعني بصي على قد ما تقدري ازنقي. طبعا مش قادره اخبط البطرمان ده ازاز، فما اقدرش اخبطه يعني. فعلى قد ما تقدري بقى يعني كبسيه، مش عايزين فيه نفس. طبعا انا الرخامه غسلاها ونضيفه يا جماعه، يعني ما تفكروش ان انا باخد، لا، الرخامه زي الفل. قبل ما بعمل اكل وابقى عارفه انه هيقع كده حاجه زي المخالل وكده، بغسلها كويس جدا. وانا كده كده كل يوم لازم اغسلها مرتين ثلاثه في اليوم، هي شغاله عليها على طول. وبعقمها بالخل وكل حاجه الحمد لله. دلوقتي انا في ميه اصلا غليتها وبردتها، بحيث ان انا تبرد، اسيبها تبرد، اللي احنا نعمل منها المحلول. تمام تمام. بصوا بقى قوي، ازنقي قوي كده. انا عبيت التفاحي بطرمانين، بطرمان ازاز وده بطرمان تاني برضو اهو. اهو بص بقى هاخدهم كده واروح راميه اللي في الجردل كده عليهم، بحيث ان انا اوسع بقى يعني اعرف اقلبهم كويس اهو. طبعا انت عايزه، انا ما بحطش فلفل كتير، انا ما عنديش حد بياكل الفلفل، بس الفلفل بيديله طعم وهيديله ريحه وكده يعني. اهو بصوا هنقلب تاني. طبعا انا عامله كميه الجزر دي على العزيز والتفاح كيلو جزر مبشور، وزعته عليهم. وطبعا شلت شويه اللي هم الحبه اللي هم محمرين دول. اهو ده العزيزي بقى معبي اخر في بطرمان. وده هنسيبه بقى ان شاء الله، ان شاء الله لما التفاحي يخلص. بقى يخلص امتى التفاحي؟ بعد رمضان الله اعلم. ده بقى انا لسه خالص اخر زيتونتين عندي، كان اخر طبق زيتون خلصان تقريبا بقالي حوالي 20 يوم. يعني هيجي عليك الموسم ولسه عندك زيتون. ده عزيزي، حتى العزيزي السنه دي كبير وحلو ما شاء الله.
اهو. اهم حاجه بس تنقي اللي هي اللي تلاقي لونها فاتح المحمره. طبعا العزيزي ما كانش فيه كده خالص، ما كانش فيه حاجه بصراحه، كله زي بعضه. اهو هنعبي كده وندق بقى، ما هو ده بطرمان بلاستيك يعني مش عادي اهو. اهم حاجه تزنقي في بعضه. عبيته طبعا ما ملاش البطرمان بس مش مشكله يعني. اهو ده الايه اللي هو فيه الحاجات محمره دي بقى، احنا هنعبيها ايه برضو. هنحط لها بقى الفلفل. لقيت الفلفل كتير قلت لا مش هحط الفلفل ده كله. وبرضو نفس الخلطه، هي حبه البركه. حبه البركه بتدي طعم وريحه جميله يعني. وعبيتهم في مطربان، ما رضيتش اطول عليكم. حطيت 4 لتر ميه، انا غلياهم بردهم. اللتر الميه بياخد 4 معالق ملح او نص كوبايه يعني. 4 معالق ملح خدوا بالكم، او نص كوبايه. وبياخد نص كوبايه ليمون. وبياخد 4 معالق سكر. وبياخد ده لتر الميه. وبنحط له معلقه ونص كركم او معلقتين كركم، وبياخد نص معلقه كركم فبنحط له المعلقتين الكركم. الكركم بيديله بقى، بيخليه كهرمان كده وجميل زي بتاع المعاد اهو. هنحط كده الايه الكوبايتين يعني، هما اللترين عليهم نص كوبايه ميه و4 معالق سكر. السكر كمادة حفظ، وفي نفس الوقت بيحافظ على قرمشته. كل ما هتطلعيه تلاقيه كده القرمشه بتاعت الزيتون الجميله. خلاص عرفتوا اللتر بيبقى عليه ايه. 4 معالق ملح، معلقه سكر، ده لتر الميه، نص كوبايه ملح. كده الملح يبقى تمام قوي مظبوط. ليه؟ خدوا بالكم الملح لو ما مش مظبوط للزيتون هيطرى، هتلاقيه طري. هتقولي ايه ده طري ليه؟ هقول لك عشان انت ما حطيتلوش ملح. طب ما انت قلتي احنا نحط السكر عشان نخليه يقرمش، طب ما انت الملح بتاعه قليل. فاهمين؟ اهو كده الملح تمام مظبوط قوي. حطينا الملح بنفس المقادير بتاعتنا، وهنروح نازلين بقى على البطرمانات معبيينها كلها المحلول الملح بتاعنا. بصوا نزل في البطرمان كده مع الفلفل والجزر، كهرمان كهرمان. ده العزيزي ده كهرمان والله. اهو معانا بقى قشر الليمون اللي احنا عصرناه. لازم نغطي وشه جامد، وبعدين نحط زيت عشان الزيت بيعمل ماده عازله ما بين الزيتون والحاجه، عشان ما يبقى اللي هي العفانه السوداء. ان شاء الله ما فيش عفانه سوداء، عشان انت هتقفليه كويس. ما انت ما تقفليه كويس ما يعملش حاجه. ده قشر الليمون، اوعي ترميه اللي انت عصرتيه اهو. نحط كده على الوش ده بقى، هنملاه عشان ناقص شويه يعني. انا ما كنتش جايبه عزيزي كتير اهو، حوالي 2 كيلو ونص بس، فيا دوبك ما البطرمان ده بياخد 3 كيلو بس. يلا الحمد لله اهو. بصوا وعلى وشهم بقى الزيت، تغرقيه زيت كده على الوش، عشان ده هيمنع يعني، هيعمل طبيعي الزيت بيعمل عازل، فهيعمل طبقه عازله ما بين ان هو يخش له هوا يعني كده. طبعا انت هتقفليه كويس جدا جدا جدا، لازم يتقفل كويس وباحكام. تكات الزيتون دي انا كل سنه بعمله بنفس الطريقه، بيطلع في منتهى الجمال. لا بتنقعي ولا بتشققي ولا حاجه، هو بس اللي احنا عملنا شققناه لان انا هاكله على طول يعني شهر او 3 اسابيع وهفتح عليه. انما ده انا هسيبه رمضان. بصوا بقى انا ايه اتلخبطت في الغطيان. انا حطيت الزيت بس للاسف المقطع ما تصورش. بصوا بصوا بقى الغطيان جننتني. اقول يا رب ده مش غطاها، وبعدين اشيلها ده مش غطاها. ان انا ايه عملتها كده ايه، بس الحمد لله طلع غطاها يعني. كيس او استريتش ريب عشان يمنع دخول الهواء. وقرطي قوي. ولما تيجي تشيلي البطرمانات حطيهم في طبق او حطي صينيه كوني مستغنيه عنها وسيبيهم، لان البطرمان بيفور. هبص تلاقيه هتقولي بيفور زي اقولك يعني الميه الزيتون لما بيهبط الميه بتطلع لفوق، فبتلاقي الميه الزياده نزلت تغرق لك الدنيا وبتبهدل لك الدنيا. عشان كده بقول لك الايه بيفور. فعشان كده دايما تحطيه في طبق في صينيه، مكان ما انت هتشيليه بقى. شوفي انت بتشيليه فين، حطي تحتيه حاجه، سيبيهوش كده يعني. انا مثلا لو هشيله تحت
على الرخامه هحطه في اطباق، فمش هحطه في الرخامه. انا عندي مكان كده فاضي جنب السرير، فرحت حاطه صينيه وحطاه. ادي الزيتون اهو اللي احنا عملناه كله. اوعي بقى تيجي لغايه هنا وتنسي لايك. العزيزي اهو والتفاحي. يلا تركتكم في رعاية